ما سألت حالك يا عزيزي المتابع كيف كان حافظ الأسد يعيش يومه؟ أيام شبابه، أيام دراسته كيف كانت؟ هل هو رجل بسهولة تقدر تتواصل معه؟ كيف كان يحكم البلد؟ هالتفاصيل الصغيرة أكيد سألت حالك عنها وجعبالك تعرف عنها أكثر. مشان هيك حبيت أعمل هالفيديو الخفيف نظيف عن تفاصيل ما انحكت عن حياة حافظ الأسد ويمكن ما تكون سمعان عنها من قبل. أنا عمر بنوح، إذا ما بتعرفني فأنا بحكي عن أي شيء بثير فضولي وفضول الناس، من قصص سياسية، تاريخية أو حتى علمية. إذا بتحب هيك شيء فاشترك معي مشان نكبر فضولنا سوا. كان حافظ الأسد معروف بحدة ذكائه وقدرة ذاكرته على الحفظ بشكل كبير، لدرجة لما كان عمره 6 سنين كان حافظ ربع سور القرآن الكريم عن ظهر قلب. كان معروف من قبل أساتذته يلي درسوه وحتى صاروا يقنعوه يروح يدرس باللاذقية بسبب ذاكرته الاستثنائية يلي لاحظوها عليه. هلا ممكن يكونوا أساتذته كوعوا بس صار رئيس مشان يلمعوا صورته وما يشحطون على شي فرع إذا حكوا شي ما يعجبه. بس هالشي بينفيه معرفة ناس بحافظ وكيف وصفوه بأنه حي من تحت التبن. حتى انقلابه على زملائه مثل صلاح جديد ومحمد عمران والباقيين بيثبت خبثنته وذكائه. المهم، على الرغم من تفوقه الدراسي هالشي ما منعه ابدا انه يكون كمان موهوب بالفلاحه والعمل بالحقل. هذا الموهوب بين قوسين ترك القرداحه باوائل الاربعينات من القرن الماضي وسكن بشقه صغيره مكونه من غرفتين باللاذقيه. سجل بالثانويه بالبلده وحصل على نجاح متوسط. كانت علاماته باللغه الفرنسيه ممتازه وافضل من علاماته باللغه العربيه. يقول حافظ الاسد: في اول سنواتي بالثانويه كنت جادا ومثابرا على دروسي، ولكن لم يدم هذا المستوى كثيرا بعدما توجهت نحو السياسة والحزب. تعلمنا اللغة الفرنسية في سنين التعليم الابتدائي وكنا على مستوى جيد فيها، ولكن لم تكن لدينا بعد ذلك الإمكانات للتحدث بهذه اللغة. ذكاء وحدة الذاكرة اللي بيتمتع فيها حافظ ما كانت النقطة يلي بتعجب زملائه. يلي كان يعجبهم فيه هي قوته الجسمانية وقوة عضلاته. كان بشبابه كبير العضلات والحجم وكان عنده شجاعة كبيرة ما تخليه يتردد أبدا بضرب الشرطة ومقاومتهم أثناء المظاهرات السياسية. كان عطول معه سكين جيب بيستعملها بشكل كبير على حسب رواية زملائه. هلا بدنا نقفز قفزة زمنية لبعد الثمانينات، لأنه صراحة تفاصيل عن طفولة وشباب حافظ الأسد شحيحة كتير وما لقيت تفاصيل غير هاي اللي قلتها. بعد ما حافظ الأسد قضى على الإخوان المسلمين بمجزرة حما انزوى كتير عن شعبه وصار الشعب يشوفه فقط على شاشات التلفزيون. خلال هالفترة بلش حافظ الأسد يهرم وصار ياكل بشكل غير منتظم أبدا، ونادرا ما كان يطلع لحتى يستنشق هواء الطبيعة. إدمانه على العمل كان سبب بإصابته بالضنا والهزال والتعب المستمر. كان يشتغل لدرجة 14 ساعة يوميا بمكتبه المغلق بستائر سميكة جدا زادت من الضرر على صحته. كان ينام بطريقة متقلبة وغير منتظمة. صار عنده عادة غريبة جدا يلي هي كان يستدعي أحد مساعديه أو سفرائه بالليل مشان يتحدث معه ويتسلى للساعة 3 الفجر. مكتب ببيته ومكتب بالقصر الجمهوري، ما حدا كان يعرف ايمت بيوصل ولا ايمت بيطلع، وما كان عنده شيء اسمه عطلة أسبوعية. السفراء الأجانب كانوا يستنوه شهور طويلة لحتى يقدروا يقدموا أوراق اعتمادهم عنده، وبطل عنده حتى لا عطل ولا حتى زيارات أقارب ولا أصدقاء. طيب راح تسأل حالك سؤال: كيف كان يحكم البلد لكان إذا ما حدا بيعرف شيء عنه وما حدا بيشوفه؟ راح جاوبك. كانت الأداة المفضلة له هي الهاتف. بالسبعينات كان يحكم بترأس الاجتماعات، بس بالثمانينات صار يحكم فقط عن طريق الهاتف. كان يبدأ هو بالاتصال مباشرة وما حدا كان يسترجي يتصل فيه من حاله إلا 3 أو 4 من قادة الأجهزة الأمنية. بقية الوزراء ورئيسهم وغيرهم كانوا يتصلوا برئيس مكتبه أبو سليم. كل شيء كان عنده يدار على الطريقة القديمة، يعني لا كان في أرشيف ولا كان في طابعة ولا حتى كان عنده كمبيوتر. لما بدهم وثيقة كانت تحتاج أحيانا 3 أيام لحتى يلاقوها. طيب كيف كان بيت حافظ الأسد من جوا؟ بالثمانينات صار في خدامة وطباخة ببيت الأسد، وكان حافظ يصر على انه اولاده يدرسوا بسوريا على اساس انه منهاجه كان من افضل المناهج. كان اولاده بشار، باسل، ماهر، مجد وبشرى مثال يحتذى به امام الاساتذه والطلاب. هيك قريت انا واستغربت صراحه مثلك. هلا هدول مثال يحتذى به، وقريت كمان انه الروح السائده بالبيت الاسدي هي الخجل والتمسك بالخلق القويم. طبعا شيء بثير الريبه وبثير السخريه، كيف العائله المجرمه تكون في عندها اخلاق قويمه؟ المصادر يلي جايب انا منها هذا الحكي مصادر موثوقه وكتب معروفه مثل سوريا مزرعة الأسد، الجنرال أسد، وكتاب سوريا سقوط العائلة عودة وطن. بقى يا عزيزي المشاهد أنت بتقرر يا تصدق هالحكي يا أنك تنكره، لك الخيار. يقول بشار الأسد:
كنا نرى والدنا في البيت ولكنه كان مشغولا إلى درجة أن 3 أيام تمر أحيانا دون أن نتمكن من التحدث معه، فلم نتناول الإفطار أو العشاء سوية، ولا أذكر أننا تغدينا كعائلة واحدة إلا مرة أو مرتين في مناسبات رسمية. كنا نقضي يوما أو يومين في اللاذقية في الصيف، ولكن حتى هناك كان والدي ينهمك في العمل في مكتبه فلا نراه كثيرا. تعرض حافظ الأسد لمحاولة اغتياله الشهيرة بتاريخ 26/6 سنة 1980 لما عناصر من الإخوان المسلمين رموا عليه قنبلتين، فرفس الأولى لبعيد ونفد منها، أما القنبلة الثانية انفجرت بأحد الحراس يلي فداه بروحه للرئيس. أما حارسه الشخصي لحافظ مسك حافظ ورماه على الأرض ورمى حاله على حافظ مشان يغطيك كدرع بشري. كانت هاي المحاولة سبب بمقتل 1000 سجين بريء، لا إل لا ناقة ولا جمل بهاي القصة. بيبعدوا عن دمشق 240 كيلومتر بسجن تدمر. بصباح ثاني يوم الساعة 3 الفجر شحن رفعت الأسد طائرتين هليكوبتر بالجنود وهبط بالسجن، فتح النار على المساجين انتقاما منهم لمحاولة المساس بالرئيس. الله يرحمهم جميعا وعليه من الله ما يستحقون. طيب خلونا نرجع للعزلة شوي يلي كان عايشها حافظ. العزلة يلي عاشها ما كانت بسبب خوفه من محاولات تانية لاغتياله، بل بسبب مقولة ميكافيلي يلي بتقول كي تقود الرجال أدر لهم ظهرك، يعني لا تقعد معهم ولا تخليهم يشوفوك كتير، هيك بهابوك أكتر. وفعلا الوزراء ما عادوا شافوه غير مرتين، وقت كان يعمل قسم اليمين ووقت لما كان يغادر المنصب، وصاروا فقط كبار النفوذ بسوريا يحظوا بمقابلة الأسد الأب. هالتفاصيل هاي اللي قلتها استمتعت كتير بقراءتها والبحث عنها، على الرغم من إنها عن شخصية قذرة ومجرمة مثل حافظ الأسد، بس مثل ما قلت أول الفيديو الغموض بكبر الرغبة للمعرفة بغض النظر عن الشخصية. بقى يا عزيزي المشاهد، هالملامح الصغيرة عن حافظ الأسد خلتك تعرف أكتر شوي عن شخصيته وعن سلوكه وكيف كان يعيش أيامه بشكل أو بآخر، وكنت حابب أحكي أكتر وأعرف أكتر عن تفاصيل حياته الشخصية، بس هالرجل كان عايش بالظل وما في كتير حكي عن حياته الشخصية غير الصور يلي تسربت وقت سقوط النظام ورسالة حافظ لأنيسة. بتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، وإذا عجبكم كبسوا كبسة هاللايك وخلونا انبسط شوي باشتراككم. السلام عليكم.